والله يا جدعان انا عايز اتكلم كلمتين وعلى الله. مش فارقه بقى إيه ريتش. مش فارقه اي حاجه، ولا ريتش فارق معايا ولا اي حاجه فارقه معايا. كلمتين على الله بقى، ان عشان الواحد جه هنا جدضان حرفيا هنا وهنا كمان، مش هنا بس. يعني هل مثلا لما هو خد ضرب جزاء وخد الكوره كده عشان يشوطها عافيه؟ يعني هي يبقى يعني هي عافيه، يعني هو عافيه، يعني لازم بلطجه، يعني أنا لازم اخد كوره عافيه يا جدعان؟ خلاص بقى صلوا على النبي كده. انا خدت الكوره يا زميلي، مش انا شايف اصلا السوليه بيتكلم معاه قبليه؟ مش لا مش انا عافيه، معلش مش بعد اذنك، بس انا عايز ارجع كده وعايز هروح اعمل كي. كان هو عنده نيه يجيبها ويروح يعمل مثلا حركه او حاجه للجمهور، وش يعني اللي هو مش حركه قله الادب، لا، حركه مثلا ان هو انتوا بتشتموني، اي حركه، يعني لان هو الماتش اللي فات اصلا لما الجمهور كان شتم فيه وهو راح عمل اسيست عادي، اسيست عادي زي اي بني ادم عادي، مرقص الحارس. اي لاعب مكانه كان هيعمل كده، مرقص الحارس وهيعمل مثلا زي البراز بتاعت البلاي ستيشن، ويروح التاني جاي بس وان تاتش حطها في الجون. ما فيش يعني مثلا ابداعيه انت عملتها عادي، انت مرقصت حارس. يعني احنا لو الواحد بيلعب كوره وكان وصل اصلا ان حاجه زي النادي الاهلي دي، ما يعني كان يعمل احسن من دي 100 مره، ده اولا. فانت يعني عاديه، مفيهاش حاجه، يعني ايه اللي انت عملته المره اللي فاتت؟ فراح بقى وما كانش عايز بقى يروح للجمهور وحوارات ومعترض ان هم بيشتموه، وانا اتكلمت في حاجه زي كده. بس المره دي يعني عافيه، هي عافيه، يعني انا خدت الكوره يعني هلعب. يعني الشناوي فين؟ علي معلول فين؟ يعني انت اصلا مش مسدد الاول ولا مسدد التاني ولا مسدد التالت. يعني انت تقريبا قبليك، انت قبليك اولا المسدد الاول علي معلول، المسدد الاول علي معلول، والتاني هتلاقيه عمرو السوليه، والتالت هتلاقيه محمد عبد المنعم. وش لان التلاته بيعرفوا يشوطوا ضربات جزاء، وعادي يعني التلاته مثلا بيستحملوا ستريس لو في ستريس عليهم ولا حاجه. ده اول نقطه. يعني انا مش عارف هي جايه ليه معاه قفشه بالعافيه، وجاي ليه ان انت تكرهني فيك، ولا انت عندك ان انت تمشي، عندك ان انت تمشي. يعني بعد ما حوار العروض بتاعت الاتفاق تقريبا ولا الباطن وحوارات في السعوديه، مش عارف كام مليون، مش عارف ايه، انت عندك ان انت تمشي، امشي. ما تفتكرش ان حد من الجمهور اصلا هيفرق معاه بالجنيه الجون. الجون يا عم احسن جون في تاريخ النادي الاهلي، واعظم جون واهم جون في تاريخ النادي الاهلي، ماشي. بس خلاص، عارف، خلاص احنا بنجد بسرعه. ومفيش بني ادم، مفيش بني ادم، مفيش لاعب كوره حرفيا ما شتمش. يا معلم، يا معلم، ميسي، كريستيانو، اللي مش جابوا جوان ببطولات ده جابوا يعني شوال جوان ببطولات بالشتم عادي. فانت طبيعي تشتم، معلش انا اسف. يعني انا الواحد اصلا لو بيلعب في النادي الاهلي ولابس التيشيرت ده وبيلعبه ببلاش، شتم عادي، ما عندوش مانع، ما عندوش مانع انه يشتم. انت بتشتم من جمهور عادي، بس وقت لما بتبقى مستواك حلو الجمهور ده اول واحد بيدعمك. بس لما مستواك وحش طبيعي ان تشتم، طبيعي، طبيعي اللاعب يتشتم، طبيعي. في اي حته بتحصل، في اي حته بتحصل. انت لو في امريكا الجنوبيه بقى كان زمانهم قتلوك اصلا، ماشي. ده اولا. ثانيا، هتكلم كلمه بس واسكت. لما انت دلوقتي فريق مطرود منه حاجه في الدقيقه حاجه و20، في الدقيقه 21 تقريبا مطرود منه لاعب، حلو. يعني الفريق اللي قدامك لما مؤاخذة بيلعب عليك كورة، والفريق اللي قدامك اصلا كان هيكسبك وقسما بعز جلة الله، والفريق اللي قدامك بيلعب عليك كورة، والفريق اللي قدامك راح وانت ماسك كورة بس وخلاص. يعني انت في ايه؟ في ايه طيب؟ يعني انت الفريق اللي قدامك مطلوب منه حاجة في الدقيقة 21، ما تركبوا يا عم واحد واثنين وثلاثة واربعة بلغة الكورة، يعمل زي المانيا كده. انت المفروض الشوط التاني نازل اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، في ايه؟ قال ليه احط نفسي في القلق والرعب ده؟ هم جابوا جون في الدقيقه الاخيره وانت ما عرفتش تعوض، وجات لك ضربه جزاء. عمنا وعمكم قفشه طبعا، مش واحد ما يتكلمش يعني ويطول لسانه راح جايب. ايه يا عم؟ في انا مش عاملين بقى الكلام ده بقى يتشهر ما يتشهرش الكلام ده. يعني لو اتفرج عليه اتنين انا مرضي. بس الحرب فعلا بقى بيعصب. انت الماتشات كلها اللي فاتت فاز 2-0 في الشوط الاول، الشوط التاني كله ما بتجيش الماتش، انت ما نزلتش. مش انت فاز الشوط الاول اتنين، خلاص انت الشوط التاني ما بتجيش حرفيا، حرفيا ما بتجيش الماتشات كلها. تيجي الماتش ده فايز واحد ومطرود من الفريق اللي قدامك واحد، حلو، والشوط التاني المفروض تنزل راكب، تركب اتنين وتلاته واربعه وتجيب اتنين وتلاته واربعه. لا، انت الفريق اللي قدامك اصلا متعادل وكان ممكن تجيله فرصه تروح جايب اتنين واصلا وخلاص لبسك التلاته بونت راحت منك. ليه تضيع مني نقطتين على الهوا، على الفاضي؟ ملهمش اي لازمه، وفريق مطرود منه واحد، ايه؟ ليه انا احط نفسي في الازمه دي ليه يعني؟ ليه اللعيبه ده من يعني ليه مريحه نفسها خالص وهي فايزه؟ مش فاهم. بس سلام.